البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من مطبخ وتدابير ام ميساء. نحييكم. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بهذا الوصفه تاع الفلون تاع المقاهي. راهي وصفه رائعه وبنينه بزاف وناجحه 100%. ندخلوا في المقادير. عندنا 125 غرام هذه لاباط بغيزي، 125 غرام تاع دهان، حبه بيض كامله، 2 مغارف سكر غلاس، 2 مغارف مايزينا، قرصه الملح. نخلط المكونات مليح مليح حتى نتحصل على هذا القوام تاع العجينه. شوفوا كراهي البنات طريه وما تغبناش من نخدموا بها. ودرت فاني البنات نص مغرف تاع قهوه تاع خماره تاع الحلويات. دوك نوريكم المغرف اللي درت بها، يعني هذا المغرف راهي صغيره، درت نصها. هنايا لميت العجينه وكاع وبردتها ودرتها في لو مول هذا دائري كما راكم تشوفوا. هذا المول جاتني فيه نيشان هذا المقادير، ومام لاباط تجي طريه كاع تديروها في لو مول وتتقطع لكم منه من يعني لاباط عادي تعاودوا لاباط تسقموها في المول تاعكم. هنا ثقبتها باش ما تتنفخليش في الفرن. ونروحوا للكريمه. هنا قبل البنات ما نروحوا المقادير تاع الكريمه نتمنى جام ما تنسوش، واللي ما راهش داير ابوني دير ابوني في القناه، لخاطرش راهي 70% راهم مشتركين في القناه يتفرجوا في الفيديو بلا ما يديروا اشتراك. نتمنى ديروا لنا اشتراك دعم للقناه. نولوا للوصفه تاعنا. هنا للكريمه عندي نص لتر حليب، نص لتر ماء. واللي يبغي يدير هذه الوصفه تجاريه يدير لتر تاع ماء. يعني كي تكون وصفه تجاريه ديروا لتر تاع ماء ديريكتومون. هذيك النص يطرو تاع ماء ونص يطرو تاع حليب راهم فوق النار يحموا، يلقلهم يحموا مليح الى درجه الغليان، يعني ما يغلوش. كي يقربوا يغلوا نطفي عليهم. وهنا عندي 2 بيضات، مغرف معمره مليح تاع لافاني، كاس سكر، وكاس معمر مايزينا ما يعادل 6 مغارف. والاكستري البنات تاع البنان ضروري هو اللي مدلنا هذيك البنه. ونروح دروك نجيبها ما كيما راكم تشوفوا الحليب تاعي راه حامي، ما خليتهش غلا مي راه حامي. وقعدت كيما من نخدموا لا كريم باتيسيير، وقعدت نخلط في المكونات وعاودت رديتهم في لاكاسرول ودرتهم فوق النار حتى تثقل معايا الكريمه. ونردها هنايا في المول. وشوفوا الملاحظه يليق الكريمه ما تجيش يعني فوق العجينه باش ما تلصق لكمش. دائما ندير الكريمه. وهنا كانت بقات لي غير شويه تاع العجينه درتهم في هذو ليمون الفرديين. شوفوا هنا نحط كاع الكريمه تاعي كما قلت لكم دائما يليق تكون العجينه فوق الكريمه. وندخل لو فوق نشعل من تحت كي يحمروا لي كوتي مليح ونحس بها بلي طابت مليح نشعلها عليها من الفوق حتى تدي هذا اللون. وملاحظه يليق لها تبرد مليح مليح. وصدقوني البنات واحد البنه رائعه كديسير. وان شاء الله راه جاي رمضان، ان شاء الله يبلغنا رمضان وديروها وصفه ناجحه. سلام.